أنا إبراهيم عكاشة وجاي النهارده أطرح بعض الأسئلة في قضية إبستين، هل كانت مجرد فضيحة أخلاقية أم شبكة نفوذ عالمية لها امتدادات تصل إلى الشرق الأوسط؟ ولماذا الآن؟ هل من أجل تغطية إعلامية لما سيحدث في إيران ومضيق هرمز أم إخفاء فشلهم في القضية الفلسطينية؟ هل كانت حفلات إبستون ترفيهية ومزودة بالخمور والنساء فقط لتسهيل مصالحه الشخصية وتدبير الإمبراطورية الخاصة به؟ أم كان جنون التحكم والعظمة أوصلت به إلى ما نسمع به الآن وهو السحر الأسود للوصول إلى ما يريده، التحكم والسيطرة على العالم من خلال أفكاره المادية، اغتصاب الأطفال وأكل لحومهم وطلب كسوة الكعبة لممارسة الرذيلة عليها؟ هل هذا هو عبد الشيطان لإنهاء العالم؟ والإثبات للرب أن الإنسان الذي كرمه هو إنسان شهواني وقذر ولا يصلح. عناصر غرفة عمليات التجميل الموجودة في جزيرة أبستون، هل هي لترتيب الوجوه وانتحال شخصيات هامة؟ مع العلم أن كان هناك أخبار متداولة على الرئيس الأمريكي السابق أنه كان يرتدي ماسك في بعض المؤتمرات، والجديد أن هناك مكان يحدث فيه نفس الأحداث تقريبا ويدعى بوهيمن جروف. هل هو امتداد لما خربه أبستون؟ هل هو البديل لجزيرة أبستون؟ مع العلم أنه يحتوي على 2000 شخصية من الشخصيات التي يقال عنها أنها تتحكم في العالم مثل الماريونات. هل هذا العالم الجديد من عوالم الشيطان؟ هل هذا المجلس لتجسيد المسيح الدجال وتحقيق أهداف الشيطان لإنهاء العالم من خلال أصحاب النفوس الضعيفة والطمع الزائد وجنون العظمة وحب التحكم؟ أراكم في حلقة جديدة، كان معكم إبراهيم توفيق. أنا إبراهيم عكاشة وجاي النهارده أطرح بعض الأسئلة في قضية إبستين، هل كانت مجرد فضيحة أخلاقية أم شبكة نفوذ عالمية لها امتدادات تصل إلى الشرق الأوسط؟ ولماذا الآن؟ هل من أجل تغطية إعلامية لما سيحدث في إيران ومضيق هرمز أم إخفاء فشلهم في القضية الفلسطينية؟ هل كانت حفلات إبستون ترفيهية ومزودة بالخمور والنساء فقط لتسهيل مصالحه الشخصية وتدبير الإمبراطورية الخاصة به؟ أم كان جنون التحكم والعظمة أوصلت به إلى ما نسمع به الآن وهو السحر الأسود للوصول إلى ما يريده، التحكم والسيطرة على العالم من خلال أفكاره المادية، اغتصاب الأطفال وأكل لحومهم وطلب كسوة الكعبة لممارسة الرذيلة عليها؟ هل هذا هو عبد الشيطان لإنهاء العالم؟ والإثبات للرب أن الإنسان الذي كرمه هو إنسان شهواني وقذر ولا يصلح. عناصر غرفة عمليات التجميل الموجودة في جزيرة أبستون، هل هي لترتيب الوجوه وانتحال شخصيات هامة؟ مع العلم أن كان هناك أخبار متداولة على الرئيس الأمريكي السابق أنه كان يرتدي ماسك في بعض المؤتمرات، والجديد أن هناك مكان يحدث فيه نفس الأحداث تقريبا ويدعى بوهيمن جروف. هل هو امتداد لما خربه أبستون؟ هل هو البديل لجزيرة أبستون؟ مع العلم أنه يحتوي على 2000 شخصية من الشخصيات التي يقال عنها أنها تتحكم في العالم مثل الماريونات. هل هذا العالم الجديد من عوالم الشيطان؟ هل هذا المجلس لتجسيد المسيح الدجال وتحقيق أهداف الشيطان لإنهاء العالم من خلال أصحاب النفوس الضعيفة والطمع الزائد وجنون العظمة وحب التحكم؟ أراكم في حلقة جديدة، كان معكم إبراهيم توفيق. أنا إبراهيم عكاشة وجاي النهارده أطرح بعض الأسئلة في قضية إبستين، هل كانت مجرد فضيحة أخلاقية أم شبكة نفوذ عالمية لها امتدادات تصل إلى الشرق الأوسط؟ ولماذا الآن؟ هل من أجل تغطية إعلامية لما سيحدث في إيران ومضيق هرمز أم إخفاء فشلهم في القضية الفلسطينية؟ هل كانت حفلات إبستون ترفيهية ومزودة بالخمور والنساء فقط لتسهيل مصالحه الشخصية وتدبير الإمبراطورية الخاصة به؟ أم كان جنون التحكم والعظمة أوصلت به إلى ما نسمع به الآن وهو السحر الأسود للوصول إلى ما يريده، التحكم والسيطرة على العالم من خلال أفكاره المادية، اغتصاب الأطفال وأكل لحومهم وطلب كسوة الكعبة لممارسة الرذيلة عليها؟ هل هذا هو عبد الشيطان لإنهاء العالم؟ والإثبات للرب أن الإنسان الذي كرمه هو إنسان شهواني وقذر ولا يصلح. عناصر غرفة عمليات التجميل الموجودة في جزيرة أبستون، هل هي لترتيب الوجوه وانتحال شخصيات هامة؟ مع العلم أن كان هناك أخبار متداولة على الرئيس الأمريكي السابق أنه كان يرتدي ماسك في بعض المؤتمرات، والجديد أن هناك مكان
يحدث فيه نفس الأحداث تقريبا ويدعى بوهيمن جراف. هل هو امتداد لما خربه أبستون؟ هل هو البديل لجزيرة أبستون؟ مع العلم أنه يحتوي على 2000 شخصية من الشخصيات التي يقال عنها أنها تتحكم في العالم مثل الماريونات. هل هذا العالم الجديد من عوالم الشيطان؟ هل هذا المجلس لتجسيد المسيح الدجال وتحقيق أهداف الشيطان لإنهاء العالم من خلال أصحاب النفوس الضعيفة والطمع الزائد وجنون العظمة وحب التحكم؟ أراكم في حلقة جديدة. كان معكم إبراهيم توفيق.